اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ازيكم عاملين ايه؟ ستات كتير قوي بعد الجواز بتنسى نفسها وبتدي كل حاجة، بتدي قلبها وعقلها ووقتها لبيتها ولزوجها ولأولادها، ونفسها ديت كأنها مش موجودة، مش شايفاها. حتى لما بتبقى تعبانة بتنسى ان هي تعبانة، أو بتعمل نفسها مش واخدة بالها من تعبها، وبتفكر إن هي كده صح وإن هي كده شاطرة. انت كده بتضيعي نفسك واحدة واحدة. لغيتي عقلك عشان ترضي زوجك وولادك، لغيتي أحلامك وطموحاتك عشان خاطر اللي حواليكي. بعد ما يعدي عليكي سنين كتيرة من الزواج ويحصل أي مشكلة في حياتك، هتلاقي نفسك ضيعتي صحتك وما بقاش عندك أي قوة تقدري إنك تعملي أي حاجة أو تعتمدي على نفسك في حاجة. ضيعتي عقلك إنك ما كنتيش بتطوريه، ما كنتيش بتعلميه ولا بتثقفيه، ولا كنتي بتخليه يمارس أي مهارة انتي كنتي بتحبيها. ضيعتي أحلامك وطموحاتك وأهدافك اللي كان ممكن تحققيها وانتي برضو متجوزة. ودي ما اسمهاش أنانية، لأ، انتي كده مش هتبقي أنانية. لما تهتمي بنفسك زي ما بتهتمي بزوجك وبأولادك وببيتك، دي مش أنانية، حاجة مهمة لازم تعمليها، لأنك انتي إنسانة مش آلة. عندك عقل محتاج إنك تطوريه، ليه يتعلم ويتثقف ويمارس أي مهارة بيحبها. عندك حلم كان نفسك فيه أو هدف كنت انتي نفسك تعمليه، فيها ايه لما تعملي الهدف دوت أو حلمك ده تحققيه ومساعدة زوجك وأولادك. صحتك اللي انتي هملاها، تهتمي بأكلك وبشربك زي ما بتهتمي بيهم. معظمنا بيجي على نفسه في كل حاجة، في الأكل والشرب واللبس، كل الاحتياجات عشان خاطر اللي حوالينا، بس ده غلط. نفسك ليها حق عليكي، اهتمي بيها زي ما بتهتمي بكل اللي حواليكي. علمي نفسك، خدي كورس مجانا حتى على الكمبيوتر وانتي قاعدة في قلب البيت. ابدأي احفظي قرآن، هاتي أي حد على اليوتيوب وشوفيه بيعلم التجويد ازاي وتعلمي منه ازاي بيقرأ القرآن. لازم تستثمري في نفسك زي ما بتستثمري في اللي حواليك. لازم تخصصي لنفسك كل شهر مبلغ ولو بسيط تشيليه لنفسك، لأنك انتي ما تعرفيش الدنيا مخبيالك ايه. فعشان لما تتعرضي لأي موقف صعب تلاقي معاكي فلوس تسندك. لما انتي تهتمي بنفسك كل حاجة في حياتك هتتحسن، ومش هتبقي خايفة من أي حاجة لأنك مطورة نفسك. هتقدري تعدي بأي ظروف طول ما انتي نفسك قوية، طول ما انتي شخصية قوية، طول ما انتي مثقفة ومتعلمة، طول ما معاكي فلوس تقضي بيها احتياجاتك. طوري من نفسك في كل حاجة، وده شيء ضروري. ودي نصيحتي لكل واحدة مقبلة على الزواج أو كل واحدة متجوزة
وعندها زوج وأولاد، ما تدوريش على اللي فات من عمرك. ابدأي من دلوقتي، اشتغلي على نفسك.